كل سنة وانتم طيبين الأول، وأنا طبعا سعيد بالجمع المحترم، وأنا فخور فعلا بكل واحد بيضحك الأخ المحترم. طبعا نعرف حضرتك للناس. أنا وائل العربي من حزب شباب مصر. أنا أول تجربة، أنا كنت في لحظة من اللحظات كنت عندي 30 سنة، دلوقتي 43 سنة، فمش محسوب طبعا على الشباب، ولا إحنا بنعتبر إن إحنا محسوبين على الشباب. طبعا كلهم بيتكلموا ان هم يخشوا مراكز الشباب. انا بالنسبه لبعض المراكز، وانا مرشح حزب شباب مصر في عده دوائر في دائره الرجال العابدين، يا ريت يكون عندي مركز شباب، وانا مش هخشه، هحافظ عليه، لكن ما عنديش مراكز شباب. ساعتها اتكلمت ومش ههدف حضرتك. لا وليه؟ مفيش مشكله. انا عايز ساعتك زي ما قلت في البدايه تقف من كل الاحزاب السياسيه موقف محايد ونشوفه على ارض الواقع. ومش هتكلم دلوقتي علشان طبعا احنا عايزين ابن مصر، واحنا طفحنا الدم، شفنا الذل علشان يبقى في تواصل، وكل الشباب بغض النظر 30 40 35 المهم ان مصر. انت سعادتك في الفتره اللي فاتت ما انتش واقف موقف محايد، بتلتقي ببعض الاحزاب السياسيه بعينها، ومش هسميها وممكن اسميها، بس انت كلامك حلو وعجبنا قوي في كوكاكولا ودلوقتي. فانا كنت فعلا جاي سند السكاكين، بس انت لما اتكلمت انت وشفت زمايلي المحترمين بعد اذنك ادوني فرصه اتكلم، اخد 3 دقايق علشان انا عندي جولات انتخابيه وانا اللي بصرف عليها وما معيش فلوس، فادوني فرصه علشان امشي، عشان في ناس منتظراني، عشان ان شاء الله هنجح ان شاء الله. الاحزاب السياسيه اللي سعادتك بتلتقي بيها، يا ريت كل الاحزاب السياسيه سعادتك تقف منها موقف محايد. هتبقى في قطاع شباب، ما تاخدش 3 4 احزاب اللي هم موجودين على الساحه اللي موجودين في القاهره، وبص هتلاقي الناس. انا طبعا النهارده كان نفسي ان انا اجي بجلابيتي، بس معلش يعني يمكن انا جيت علشان عايز ناس يبقى من الايام اللي هم ما عندهمش مراكز شباب. سعادتك مراكز الشباب، ويا ريت تركز سعادتك ان يبقى ما فيش اجتماعات او مؤتمرات لاي حد، لان مجالس الادارات اللي سعادتك بتقول دلوقتي ان انت ما بتتحكمش فيها، يا ريت سعادتك انا سمعت وتنفذ قرارات وتحط قوانين، واحنا نحط قوانين ان مجموعه مجالس الاداره يا اما تكون بالانتخاب المباشر عن طريق القريه اللي انا واحد منها، واجي يعني انوي ان انا اعمل مؤتمر، يجي واحد من نظام قديم جديد ومتحكم هو اللي يفتح البتاع عن طريق اعضاء مجلس الاداره اللي هم لغايه دلوقتي بقى لهم 100 سنه معالي الوزير ما حدش منهم اتحرك، يجيبوا ده ويحطوا ده ويجيبوا ده ويحطوا ده. وانا نفسي ان المعاونين الموجودين المحترمين اللي موجودين مع حضرتك ينزلوا القرى اللي ما فيهاش مراكز شباب، اللي مراكز الشباب بتاعتهم في اوض طيب خلينا بس لحظه بس اتفضل. بص يا جماعه، دي ممكن تكون بعض الملاحظات اللي قالها الاستاذ وائل الموجوده عندنا حاجات كتير. موضوع مراكز الشباب في القرى التي ليس بها مراكز شباب. علشان نقدر نبني اي مركز شباب في اي قريه، لابد يكون في قرار تخصيص طالع من السيد المحافظ بتخصيص قطعه ارض مساحتها لا تقل عن 1200 متر عشان نقدر نعمل عليها مركز شباب. لو بنيت على اي ارض اخرى، حتى لو الارض دي واحد مديهاني، ما ينفعش يبقى ده ايجار مال عام من بنيت على ارض ليست مخصصه كمركز شباب. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا اذا ما نطلب في القريه بتاعت واحد نقول له عايزين نعمل مركز شباب، بيخصص لي قطعه ارض على بعد 15 كيلو او 12 كيلو، لان جوه القريه دلوقتي بقت الارض غاليه جدا ومحدش يقدر يديك قطعه ارض جوه القريه. كل مراكز الشباب اللي موجوده عندنا حاليا هي مراكز شباب كانت موجوده زمان جدا قبل ما القرى تبقى حوالينا، وكل مراكز الشباب الجديده اللي بتتعمل في المناطق البعيده دلوقتي. وبالتالي انا ما اقدرش اجي في وسط القريه واروح اعمل مركز شباب، ما ينفعش. ومراكز الشباب اللي بنعملها بعيده ما حدش بيعرف يوصل لها. يا فندم؟ ما هي انا بس كل اللي بقول لكم ان احنا في حد من الاخوه قال برضه قبل كده، يمكن في المؤتمر قبل كده، ان في مراكز شباب مجرد عليها يافطه ومجرد عليها كذا. دي برضه تم تخصيصها قبل كده على انها تبقى مراكز شباب في فتره انتخابات زي اللي احنا داخلين فيها. وكانت زمان بعض رجال الاعمال بيضحكوا على الناس في القريه ويقول لهم انا خصصت لكم حته ارض عشان هعمل لكم عليها مركز شباب، ويحط اليافطه واول ما تخلص الانتخابات يمشي ولا يعمل مركز ولا يعمل حاجه وخلاص نرجع في الانتخابات. وده كان بيحصل حصل وبالتالي بيسيب لنا الكلام ده، واحنا بقى اللي علينا نروح نطور ونعمل مركز شباب، لكن هنعملهم وهنكملهم ان شاء الله.
انا بشكرك جدا يا استاذ وائل على كل الملاحظات اللي انت قلتها. دلوقتي خلاص احنا خلصنا منها وقلت لحضرتك عاوزين نيجي نتكلم عن الانتخابات اصلا عشان بس لا يا فندم انا هقول لحضرتك ما انا ليا برنامج حضرتك ازاي نقدر نعمل. يا فندم انت ساعتك دلوقتي قلت وذكرت ان في مليارات او مليار جنيه انت صرفتهم. انا عايز ان ساعتك كل المناطق المحرومه اللي ما فيهاش مراكز شباب ساعتك تشوفها وساعتك تقف موقف المحايد من الاحزاب السياسيه. ايه الاحزاب السياسيه؟ والله انا ما اعرفش. لا يا فندم لا انت ساعتك والله ما اعرف ولا حزب سياسي. الحزب السياسي عندي حاله اخيره يا فندم بس اتفضل باذن حضرتك. عندنا مركز شباب ما عندوش اي امكانيات، في راجل اعمال او راجل محترم عمل امكانيات. سعادتك قدم طلب ان هو ينقي الملعب ده. انا بقول لحضرتك مثال وخد على كده. دي معلش دي ما تسرعش في الموضوع فيه الدنيا دي ممكن تقول لي فيه كذا شوف. طيب ممكن دي مش مشكله عامه يعني. انا بصراحه وشكرا للاستماع وشكرا واللي عايز يتكلم بس انا برضه ما قطعتش اي حد وسبت كل واحد كده لسه ساعه وشويه. عدوى الحريه ايه كده